جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس النجم طارق لطفي، بطولة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، محمد محمود وهبة توفيق. ضيوف الشرف النجم احمد ماهر، ياسر فرج، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والالحان اهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس رؤية درامية وحوار سيد رشوان، إخراج علي عبد العال. فاكر أول مرة قابلتك فيها؟ طبعا أنا لا يمكن أنسى اليوم ده. كنا في الساحل الصبح واتخانقنا علشان الفرق. مين هذا؟ قعدتلك وقلت لك انت ازاي بتتكلمي بالشكل ده؟ انت فاكره نفسك بنت مين في مصر؟ قلت لك بنت عادة منير. توقعت تضل وتعتذر زي كل اللي بيسمعوا الاسم ده، لقيتك بتكمل وبتعلي صوتك اكتر وتقول لي هو انتوا اشتريتوا البلد؟ خلصت الخناقه، لكن على اخر الليل كنت بتتمشي على الشط معاك. كنت بسمع ميوزك وحاطه السماعات في وداني، ورجلي خدتني لبعيد، وفجأة ظهر لي 3 شباب حاولوا يضايقوني. صوتت بأعلى ما فيا، لقيت شاب صعيدي جدع ظهر لي من تحت الأرض وضرب الولاد علقة منه كمان، وما سابنيش غير لما وصلني الفندق واطمن عليا. أموت وأعرف مين اللي بقاني. بقى كده. الحكاية دي يا شهد. تسلم انت العمر كله يا روح قلب شهد. الراجل ده عمره ما هيجوزك بنت. اسمع من صاحبك يا سليمان، صدقتك انا كده. بكره تشوف وتقول فؤاد قال بيضيع وقت معايا ليه؟ ما كان يرفضني من الاول. هو لاقي وقته علشان يعمل بحث في شخصيتي وتاريخي؟ بيلعبه، بيشوف اخرك، عنده احساس ان في حد وراك من اعدائه وزقك عليه. تفتكر ده مبرر منطقي؟ اللي خلاه يحرص عني كل ده يقدر يعرف اذا كان حد ورايا ولا لا؟ بمنتهى البساطه يعني. ممكن يكون بيضيع وقت لانه مش قابلك، بس عارف ان بنته متشعلقه فيك. وانا كمان متشعلقه فيها يا اخي. انا بحب شهد فعلا. اوعى تكون فاهم ان انا واخد الراجل ده فكر. لا 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 لا، فاهم قوي. انت هتقول لي عارف انه بيحبك فعلا. وعارف ان انا بحبه؟ ما هو عشان كده بعمل اللي بعمله. بالمناسبة ايه بالظبط بقى اللي حضرتك بتعمله علشان ابقى فاهمة ومتابعة؟ حضرتك بتهزقه ولا بتزهقه ولا بتهينه ولا بتعمل له امتحان ولا ايه بالظبط؟ انا بعرفه يا شهد. عايز اعرف مين اللي هديله بنتي وهديله اسمي. يا بابا انا عارفاه. الموضوع مش مستاهل كل ده. على الاقل رأيي يكون ليه اعتبار قدام حضرتك وانت بتقيمه. رأيك فيه يخليني اهتم اكتر باللي انا بعمله، لان انت رأيك هيبقى مبني على عواطف.
بابا، حضرتك مأمني على مشاريعك وسلسلة مستشفياتك. اول ما كنت برجع لك في اي قرار كنت بتديني الثقة وتقولي اتصرفي من غير ما ترجعي لي، وعمري ما خدت قرار غلط. ايه بقى ايه؟ ثقتك فيا راحت فين؟ في محلها يا شهد، عمرها ما اتهزت. بس هو على قد ثقتي فيكي على قد غلاوتك في قلبي، على قد ما لازم ادقق مليون مرة في البني ادم اللي هيتجوزك، اعرف اذا كان فعلا يستاهل شهد عابد ميري ولا لا. وده بقى هتعرفه باللي حضرتك بتعمله معاه. انت اللي ثقتك في بابا راحت فين يا شهد؟ لا انا مش خايف منك، انا خايف على بنتي. من اي حد يمسها بسوء طول ما انا عايش على وش الدنيا دي. انت مش عارف انا ممكن اعمل ايه في اي حد يفكر يرمي الشعرة منها. انا بحب بنتك يا عبد. لحد امتى؟ هو الحب له مدة صلاحية وانا ما اعرفش؟ لا تعرف كويس كمان، ولا تحب افكرك؟ فكرني بيه حضرتك. كارمن دانيال، مترجمة السفارة الامريكية في القاهرة. بلد وسط البلد دي ليها سحر خاص، بضاعتها رديئة جدا، لكن مع ذلك بتأتي الغرض المطلوب منها وتخليك مبسوط كتير كتير كتير. ولا بتقولي نفسك ان انت سكرانة؟ وليه ما تقولش اني مبسوطة يا اخي؟ كفاية ان ايدي في ايدك وماشيين سوا على الكورنيش في القاهرة التي لا تنام. ايوه بس مش كده، يعني الناس بتبص علينا. اقول لك ايه، تعالي ايه على فين؟ واخدني يا مجنون؟ انت حاسب بالراحة عليا. كانت صداقة بريئة. مفيش حد ممكن يبسط واحدة كل الانبساط ده لمجرد انها صديقته. تعرف انك الليلة باهر حققت لي امنية من امنيات عمري؟ هي ايه بقى؟ اني اركب مركب في النيل. بجد؟ بتكلم بجد. اشتغل في مصر بقالي 5 سنين ونفسي من اول يوم اركب مركب في النيل، لكن ما كنتش اعرف اعمل ده ازاي لحد ما ركبت معاك الليلة. ده انت ما خليتيش حاجة في مصر ما عملتيهاش، حتى كلامك مصري احسن مني كمان. اللي يشوفك كده يقول انك موجودة في مصر القديمة مش في نيوجيرسي. ما تنساش ان والدي دانيال من اصل لبناني وهاجر لامريكا في الستينات، وده اللي خلاني اتخصص في اللغة العربية واجي هنا مصر واشتغل مترجمة في السفارة. بقى مش عارفة تركبي مركب في النيل وبقالك 5 سنين في مصر لدرجة ان الموضوع بقى أمنية من أمنيات حياتك. وده لو تعرفي المفاجأة اللي انا مجهزها لك هتعملي ايه؟ مفاجأة ايه؟ قول فاهر بقى طبعا نكون في النيل لما ننزل على الشط هبقى اقول لك. انت اخدت الموضوع لسكة عائلية قوي. بس الوالدة تقبلت الامر عادي يعني. يا راجل فعلا؟ مين الخياجة الرغاية اللي ما بتفصلش في الكلام دي؟ باهر. ايه ده اللي انا بعطول ده باهر؟ ده اسمه فطير مشلتت يا كرم. وانت مين يقعد مشلتت؟ مشلتت يا كرم يعني مشلتت يعني عديها مش ورد خالص. يعني متربي على الغالي يا ام شعر اصفر معمول بالسمنة البلدي زي ولدي ما هو متربي على الغالي. يعني انت كمان اسمك باهر مشلتت؟ مين يا ولد؟ يا ام عارف دي صاحبتي قصدي يعني صديقتي. اتجوزتها؟ ارجو وليه عينيك كده؟ وهعملها برضه من وراكي. اما صاحبتك كيف يعني؟
يعني هتعمل لي خدمة كده يا أمه؟ هتجيب لك فيزا يعني وتسافرك معاها لبلاد بره؟ انت فعلا كان اقصى طموحك من وراء علاقتك بالخواجاية دي انك تاخد الجرين كارد يا دكتور؟ قط الزباد بينقي أجود ثمار القهوة يا حبيبي. لو عاوز الجرين كارد فعلا انت عارف اني ممكن اجيبها لك بسهولة. انت تؤمر يا معلم. مش طموحي طبعا، رغم كل التخطيط والتلطيش اللي بشوفه في البلد دي، بس احساسي بيقولي ان انا هاخد حقي في يوم من الايام. وانا كمان مش طموحي انك تبعد عني يا باهر. انا بحبك قوي يا باهر. انا عرفت اكتر من حد قبلك في امريكا وفي اكتر من بلد سافرتها بحكم شغلي، انما صدقني انت شيء مختلف. ديفرنت، فيك تحضر وذكاء الراجل الغربي، فيك شهامة وقوة عزيمة الراجل الشرقي، وفيك حاجة تخصك انت وحدك بس، حاجة بجد لا لقيتها في راجل شرقي ولا غربي. حنيتك باهر، انت حنين قوي. انا بحبك قوي باهر. وانا بحبك قوي يا كارمن. انت حققت لي امنية من امنيات حياتي وركبتني معك في ميل، وكمان عملت معايا اللي ما كنتش حتى احلم بيه ولا يجي على بالي. سافرتني سعيد ووكلتني فطير مشلتت. انا متربي على غالي زيك. دي حاجات بسيطة يا كارمن، يا ريت كان في ايدي اكتر من كده كنت عملته علشان اوصلك. لكن كارمن بقى في ايديها تعمل كل اللي نسيتك باهر. وانتي عارفة ايه اللي يبسطني؟ انك تاخد حقك في البلد دي. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فريد رشوان. العريس.